يا مساء الورد على عيونكم يا اجمل بنات، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 جدا. يا رب تكونوا بخير ودايما مبسوطين وفي احسن حال يا رب. اسفه جدا ان انا اتاخرت عليكم، بس انتوا عارفين بقى ظروف العيد والتنظيفات بقى والكلام ده كله. فمعلش اعذروني بس ان انا متاخره، بس مجهزه لكم يعني كميه فيديوهات هتعجبكم جدا. واولهم الفيديو بتاع النهارده ده. بصوا، هو انتوا لو سامعين اصوات، دي اصوات الكلاب في الشارع، وانا بقالي ساعه مستنياهم يخلصوا حضراتهم بس مفيش فايده، فقلت خلاص اصور الفيديو واخلص بقى، فكانكم مش سامعين حاجه. المهم، الفيديو بقى بتاع النهارده حلو جدا ويخص بنات كتير بتسأل عليه، طريقه او وصفه لتطويل الاظافر. يمكن انا مش قوي يعني، مش من النوع اللي بربي ضوافري قوي الا في اوقات معينه ومناسبات وكده. بس عشان خاطر انا عندي اطفال بقى والكلام ده. لكن اختي من اهتماماتها جدا موضوع الضوافر ده. المهم من فتره عملت وصفه حلوه جدا. انا قلت بقى استنى اشوف نتيجتها ايه، علشان لو تمام هقولها بقى لحبايبي ومش هبخل عليهم بالوصفه دي. الوصفه يا بنات نتيجتها روعه فوق الروعه بجد، بس ليها شروط. فهنشوف ايه هي الوصفه وشروطها ايه هي وكل حاجه. بس الاول، لو اول مره بتشوفي قناتي اتمنى تشتركي في قناتي من كلمه اشتراك اللي باللون الاحمر اسفل الفيديو، وتفعلي زرار الجرس وتختاري كلمة الكل عشان يوصلك مني اشعار جديد بكل فيديو جديد بنزله. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش بقى تشيريه وسط اصحابك عشان كلهم يستفادوا من الوصفة الجميلة دي. تعالوا بقى نشوف ايه هي الوصفة. بصوا يا بنات، الاول اي وصفة لازم تعمليها لضوافرك او عامة يعني لشعرك لاي حاجة، ما ينفعش تيجي مرة واحدة وتوقفيها خالص. عارفين ده بيسبب ايه؟ لو الوصفه مثلا استمرتي عليها وطولت الضوافر، وجيتي مره واحده وقفتيها، بتلاقي الضوافر اتقصفت. انت عارفه نفس نظام كده الكورتيزون، عارفين الناس اللي بتاخد ادويه كورتيزون والكلام ده كله، لما بتوقفوا مره واحده ما بينفعش. هنبطلها ازاي؟ على يعني بصوا على فترات. يعني مثلا لو الوصفه 3 مرات في اليوم، بعد ما خلاص تاخدي المده بتاعتها وتاخدي الطول اللي انت عاوزاه، تبتدي ان انت تخليها مرتين في اليوم، مره في اليوم، فاهميني؟ لحد ما يعني تدريجيا، بمعنى اصح بطلوا الوصفه تدريجيا. ودي مشكله بنات كتير قوي بتجرب وصفات ولما تيجي توقفها ضوافرها تتكسر وترجع تقول ايه، ما هي الوصفه ما عملتش حاجه. لا، هي عملت، بس انت يعني وقفتي الوصفه بطريقه غلط، فاهميني؟ فدي نقطه مهمه جدا. تاني حاجة، نيجي لأسباب الضوافر. ليه الضوافر بتتكسر؟ أنا بقول الكلام ده قبل ما أبدأ بالوصفة علشان مش أي حاجة وصفة. يعني بلاش الناس اللي بتقولي خشي في الموضوع هاتي الوصفة. طب معلش، مش تفهمي ليه الضوافر بتتكسر الأول؟ يمكن تكوني بتعملي حاجة غلط هي اللي بتكسر ضوافرك. ليه الضوافر بتتكسر؟ اولا ما بنهتمش بالاكل بتاعنا. لازم ناكل خضار، فيتامينات، كالسيوم يا بنات، ضروري جدا الكالسيوم. كلوا بيض، اشربوا لبن كتير وبيض كتير. اهتموا بالبيض واللبن لان هما فعلا يعني الحاجات دي والكالسيوم والكلام ده كله بيطول الضوافر جدا. نقطة تانية، ربات البيوت بقى والبنات اللي بتحب تغسل المواعين، المية. مش هنقول مش هنغسل مواعين، احنا هنغسل على فكرة. بس بصوا، البسوا جلافز. اي جوانتي تجيبيه اللي هو الاصفر اللي دايما بطلع معاكم بيه في الوصفات وكده، السميك ده، البسيه وانت بتغسلي المواعين. على فكره هيفيدك في حاجات كتير. اولا ان كتر الميه على ضوافرك حتى لو هي ايه بيقصفها وبيخليها مش حلوه، بدليل ان احنا لما بنات يكونوا مش متعودين يغسلوا مواعين ويجوا فجاه بقى ينضفوا تنظيفات عيد ولا يغسلوا المواعين، يقولوا اصل ضوافرك اتكسرت عشان هي اتعرضت لميه كتير، وده طبيعي. فالبسوا الجلافز. تاني حاجة على فكرة، الجلافز هيحمي ايديكوا اصلا من صابون المواعين والكلام ده، ما تشققش بقى وتقشف وتنشف وتبقى الحالة وحشة كده. فالنقطتين دول من اهم النقط اللي بيخلوا الضوافر متكسرة وضعيفة. اول حاجة الغذاء الداخلي ده الاول، وبعدين موضوع المية، ايدينا اللي بنعرضها للمية على طول. ويعني بصي، بلاش بقى حد يقول ايه، طب احنا يعني ستات بيوت يعني واحنا لازم نلبس الجوانتي. ايوه البسيه. عايزه تهتمي بشكلك، شكل ضوافرك وبشكل ايدك تبقى ناعمه، ضوافرك تبقى طويله، البسيه مش هيعمل حاجه خالص وهو رخيص على فكره. تعالوا بقى نشوف ايه هي الوصفه وبنستعملها قد ايه، وهي ابسط مما يمكن. تعالوا معايا. هما مكونين اتنين مفيش غيرهم. زيت زيتون. مفيش حد يقول هبدله باي حاجه، هو زيت الزيتون مغذي جدا 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 للضوافر، حلوه قوي. تمام. والثوم. بس في شرط، الثوم يكون اللي هو ده، اللي هو مش المفروم المتحفظ بتاع الفريزر. ليه؟
لان ده فعاليته هتكون قويه جدا. اي حاجه عامه متفرزه يعني ما بتديناش الغذاء او الفعاليه القويه ده، حتى في الاكل على فكره. فلازم التوم اللي هو يكون يعني زي طازه كده احنا نقشره. تمام. هنجيب معلقتين زيت زيتون، وخدوا بالكم الوصفه تتعمل اول باول، يعني بلاش بقى كميه كبيره ونركنها لسبب لان ممكن تفسد. فليه نركن؟ انا بحب الحاجه طازه تبقى كده بفعاليتها. معلقتين من الزيت الزيتون كبار، وهنحط عليها مثلا حوالي 4 أو 5 فصوص توم. 4 5 فصوص توم. طيب التوم هنعمله ازاي؟ ما ندقهوش في الهون، تمام، وما نفرمهوش ولا حاجه. هنقطعه كده، بصوا اهو، عارفين اللي هو بيبقى زي ترانشات كده، او يعني بصوا يعني قطع كبيره. بصوا يا بنات اهي، ممكن كده كمان، فاهميني؟ لان اي حاجه في خضار في اكل في اي حاجه لما بتصغري قوي في القطع بتاعتها، ده حتى مثلا واحنا بنعمل السلطه ما تصغريش القطع بتاعتها قوي علشان تستفادي بالفيتامينات والحاجات اللي في الخضار. فبرضو انا عايزه استفاد بالثوم ده، فعشان كده بقول لكم بلاش تهرسوه او يعني تدقوه في الهون. هنقطعه كده تمام، وهنحطه علشان مع زيت الزيتون يعني. طيب هنسيبها قد ايه؟ الاول احنا هنعمل الوصفه دي ونحطها في حاجه محكمه الغلق جدا جدا جدا، وباكد علشان ما يحصلهاش عفونه، لان لو دخل تهويه لزيت الزيتون وللثوم هيحصل زي عفونه للثوم، فاهميني؟ فلازم حاجه محكمه. عارفين ايه او اللي اختي بتعملها؟ هقول لكم برده هي بتعمل ايه. اي ازازه مانيكير عندكم، اي ازازه مانيكير بتنضفوها كويس جدا. هتنضفوها ازاي؟ تحطوا فيها في الازازه اسيتون، تمام، اللي هو يعني مزيل المانيكير، وترجوها كويس جدا وتشطفوها، فاهميني؟ بميه سخنه كذا مره كذا مره كده بالاسيتون، هتلاقوها نطفت وبقت زي الفل. ويفضل ازازه مانيكير لسبب لان الفرشه بتاعتها هي اللي هناخدها وهنبتدي ان احنا ندهن بيها الضافر، فهتبقى بسهوله بقى، ولا نقعد نمسك بايدينا ولا الكلام ده، لا، هي فرشه الازازه بتاعت المانيكير. فدي احسن حاجه، ازازه مانيكير فاضيه ننضفها بالاسيتون وترجوها وتغسلوها كذا مره، وبعدين بالميه السخنه ونطهرها ونعقمها ونحط فيها الوصفه، وهي بتبقى محكمه طبعا. هنسيب الوصفه قد ايه؟ نسيبها 3 ايام ما نعرضهاش للضوء. 3 ايام ما نعرضهاش في الضوء. ليه 3 ايام؟ عشان الثوم يكون نزل العصاره بتاعته والفايده بتاعته كلها في زيت الزيتون، ويكونوا اندمجوا كده وامتزجوا مع بعض، واقدر ان انا لما استعمل الوصفه تفيد فعلا الضوافر بتاعتي. تمام. هنستخدمها قد ايه؟ هنستخدمها مرتين في اليوم. مرتين في اليوم، تمام. عايزه 3 مرات مفيش مشكله يعني، بس هي مرتين، مره الصبح ومره بالليل، تمام قوي. طبعا هنكون احنا زي ما قلنا حطينا فرشه مانيكير، نبتدي ان احنا نحطها على الضافر، وتعرفين تعملوا زي مساج كده خفيف للضافر من جميع الجناب كده، علشان الزيت الزيتون والثوم او الوصفه يعني بتاعتنا تدخل كده في الضافر وتندمج معاه وناخد منها اكبر غذاء. ما نشطفوش ولا حاجه، لا سيبوه هو حلو ما فيهوش حاجه. وبعدين يعني ممكن بعد شويه ساعتين 3 ولا حاجه تبقوا تغسلوا ايديكم، علشان بس ايه، انا عايزه يعني فاهميني، انا عايزاها ان هي تستفاد. زيت الزيتون على الضوافر مش هيعمل حاجه، بالعكس ده حتى هيطر ايدينا. هي هتبقى المشكله عندنا في ريحه الثوم بس، مش هتبقى قويه قوي لان زيت الزيتون برضو ليه ريحه، فاهميني؟ مش مستحمله الريحه في ايدك، سيبي الوصفه ساعتين على ايدك وبعدين اغسلي ايدك. تمام. سيبيها يا 6 ساعه على ايدك وبعدين اغسلي ايدك، بس اقل من كده اكيد مش هينفع. بس كده يا بنات، خلصت الوصفه بتاعتي النهارده. جربوها صدقوني، جابت نتائج مذهله مع اختي، مذهله، وبسم الله ما شاء الله ضوافرها طولت وبقت حلوه جدا. بس يعني انتبهوا للشروط اللي انا قلتها. نستمر على الوصفه فتره كويسه، يعني مش اقل من شهر، مش اقل من شهر، تمام. وزي ما قلت لكم لما تيجوا تبطلوا الوصفه بعد ما ضوافركم تطول ان شاء الله تدريجيا، وخدوا بالكم من النقط اللي انا قلتها عشان ما عيدش بس وازيد. الحاجات دي كلها هتخلي الوصفه ليها فعاليه قويه جدا، وان شاء الله هتجيب نتائج حلوه جدا. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم وتجربوه. تكتبوا لي في الكومنتات، انا فعلا الكومنتات بتاعتكم بتبسطني جدا، وببقى مبسوطه جدا ان انا يعني بحس ان انا خفيفه على قلبكم كده، ويا رب دايما ابقى خفيفه على قلبكم. واستنوني في فيديوهات تانية كتير، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك وفي الشير. باي باي.